يا له من موقف ملتهب. كريستيانو رونالدو نجم النجوم تجاهل أردا جولر بشكل واضح، ولكن دعونا نعترف، كان الأمر مثل وميض البرق، سريعا وقاطعا. المدهش في الأمر هو براعة الشخص الذي صور الفيديو، فقد تمكن من التقاط هذه اللحظة الخاطفة بزاوية مثالية. ولكن بعد التحليل يتبين لنا أن جولر قد تم تجاهله قليلا من قبل رونالدو، مثل ورقة تتلاعب بها رياح عاتية. ولكن اطمئنوا، جولر لم يغضب، بل على العكس نشر صورتين بعد اللقاء مباشرة. الأولى يظهر فيها الشاب الموهوب من ريال مدريد وهو ينظر بإعجاب نحو معشوقه، مع تعليق أسطورة. وكأن هذا لم يكن كافيا، نشر جولر مرة أخرى صورة مع الأعظم في التاريخ وأرفقها بتعليق ذا جوت. حتى وإن كان رونالدو قد تجاهله، فمن الواضح أن هذا التجاهل لم يكن مقصودا. قد كان رونالدو في البطولة الأوروبية لإسعاد الجميع، سواء داخل الملعب أو خارجه. وقبل التعمق أكثر في هذا الخبر، هل أنت مستعد لجنون يورو 2024؟ انضم إلى OneXBet الآن وشارك توقعك لنتائج آخر جولة في دور المجموعات، وستحصل على هدية مجانية بقيمة $200 بعد أول إيداع لك. ما عليك سوى التسجيل من خلال الرابط الموجود في أول تعليق، وإضافة الكود برومو الظاهر على الشاشة، وتوقع نتائج آخر جولة في دور المجموعات. لا تفوت هذه الفرصة المذهلة، سارع بالتسجيل الآن وانضم إلى حماس يورو 2024 مع OneXBet. منذ بضعة أيام شق رونالدو طريقه عبر الشجيرات مثل بستاني ماهر، فقط ليلتقط صورة مع معجبيه. وقبل أسبوعين وفي مباراة تحضيرية حقق حلم طفل مقعد بمرافقته على أرضية الملعب. وفي مباراة الأمس حصلنا على فيديو رائع خلال النشيد الوطني تظهر فيه طفلة تحقق حلمها بلمسة خفيفة من نجمها المفضل، وكانت ردة فعلها ساحرة، حيث ابتسم لها رونالدو وأعطاها قبلة صغيرة في النهاية. ولكن هذا ليس كل شيء، فقد التقط طفل آخر صورة السيلفي لا تنسى مع الدون بملامح الفرح تتلألأ على وجهه، وجودة الصورة كانت مذهلة. الشيء الأكثر روعة ربما هو كيفية هروب الطفل من رجال الأمن لالتقاط هذه الصورة. ولكن هناك مشكلة، وهي أن الناس يجب أن يتوقفوا عن اقتحام الملعب لالتقاط الصور مع كريستيانو، لأن الوقت المضاف قد يستمر أطول من المباراة نفسها. أما بالنسبة لأداء الدون في اللقاء فقد كان رائعا كعادته، أصبح ليس فقط أفضل هداف بل أيضا أفضل ممرر في تاريخ البطولة الأوروبية بفضل تمريرته الساحرة إلى برونو فرنانديز. كان يمكن أن يكون أنانيا ويسجل هدفه الأول، ولكنه فضل تمرير الكرة إلى زميله، مما يظهر روحه الرياضية الرائعة. وبالطبع تلقى إشادات من الجميع. قال برونو فرنانديز: كريستيانو رونالدو هو أفضل هداف لدينا، لكنه عندما أتيحت له الفرصة لتسجيل هذا يظهر هدفنا الحقيقي، وهو الفوز بالمباريات وليس فقط تسجيل الأهداف. كما أشاد مدربهم روبرتو مارتينيز بهذه اللفتة النبيلة. وبالإضافة إلى ذلك تعرض غونزالو راموس لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي بالأمس، رغم أنه لم يشارك في اللقاء، وكان السبب محاولة رجل أمن إيقاف مشجع دخل الملعب عنوة. الفيديو لهذه الحادثة مذهل، حتى أن رونالدو بدا مصدوما في النهاية. ومن ناحية أخرى يبدو أن بيبي لا يزال لا يريد اعتزال كرة القدم، فقد قدم مباراة رائعة كعادته رغم أنه في 41 من عمره، وأكد بالأمس أنه سيستمر في اللعب حتى يعتزل رونالدو ليحافظ على لقبه كأكبر لاعب في البطولة. هذه الملحمة الكروية لن تنتهي قريبا. دومينيك سوبوسلاي قائد منتخب المجر انهار في بحر من الدموع عندما رأى زميله بارانباس فارغا يسقط أرضا متأثرا بتدخل عنيف من حارس مرمى اسكتلندا. كانت اللحظة مليئة بالشجن والحزن، حيث ارتسمت على وجوه الجميع علامات القلق والخوف. منتخب المجر كان يواجه اسكتلندا في ليلة باردة من ليالي الأحد في ختام منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس أوروبا يورو 2024. وفي الدقيقة 69 تعرض بارانباس فارغا لإصابة مروعة إثر تدخل شرس جعله يسقط كالشجرة التي اقتلعت من جذورها على أرضية الملعب. الجهاز الطبي للملعب أسرع كالعاصفة محاولين إنقاذ اللاعب الذي بدا وكأنه غاب عن الوعي. كانت الأنفاس محبوسة والقلوب تخفق بقوة بينما تسابق الزمن لإنقاذ بارانباس. تذكرت الجماهير المشهد المأساوي للاعب الدنماركي إريكسن في البطولة الماضية، مما جعل الكثيرين يذرفون الدموع في المدرجات. ولكن بعد لحظات طويلة من التوتر
تمكن الطاقم الطبي من إفاقة بارانباس الذي وقف على قدميه وغادر الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير التي تنفست السعداء. في تلك اللحظة ظهر دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول في حالة انهيار تام، يبكي بحرقة على زميله الذي كاد أن يفقده. حمل سوبوسلاي شارة القيادة وكان الحزن يكسو ملامحه وهو يهرع مستعجلا طاقم الإسعاف للدخول إلى الملعب. لم يستطع كبح دموعه وظل يبكي بشدة حتى اطمأن على زميله الذي اصطفق وغادر الميدان. كانت هذه الحادثة ستضاف إلى خيبات الأمل التي عانى منها منتخب المجر في البطولة، حيث خسر أمام ألمانيا بنتيجة 2-0 وأمام سويسرا بنتيجة 3-1 في الجولة السابقة. ولكن تلك اللحظة الحزينة رغم قسوتها أظهرت قوة الترابط والتعاطف بين اللاعبين والجماهير في مواجهة محنة قد تكون هي الأشد في مسيرتهم الكروية.